السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثامن إن شاء الله هنشرح اليوم درس الحاصل الديكارتي. هنكمل مع بعض شرح المنهج الجديد. درس اليوم هو البند السادس، تمام، اللي هو بند 1/6 اللي هو درس الحاصل الديكارتي. حاصل الضرب الديكارتي ده سهل جدا، تمام. لو أنا عندي مجموعتين، مجموعة س ومجموعة ص، وقال لي أوجد س ضرب ص. س مثلا وليكن اللي هي 1 و2، والصاد اللي هي 3 و4 و5. واللي أوجد بص كده س ضرب ص، وكمان ص ضرب س. هتفرق يعني الضرب، بس الضرب العادي اللي هو 2 ضرب 3 يعطيني 6، ده عادي. 2 ضرب 3 هي 3 ضرب 2، بس ده ضرب ديكارتي، تمام، او حاصل ديكارتي، تمام. فهتفرق س ضرب ص او ص ضرب س. لازم اركز كويس قوي، تمام. هو طالب مين ضرب مين؟ ليه؟ تعال نشوف. انا عندي السين ضرب الصاد بيبقى الناتج بتاعها عبارة عن زوج مرتب. ازاي؟ نعمل قوس بالشكل ده كده ونعمل قوسين. س، نروح عند السين ناخد الواحد مع التلاتة، بعدين الواحد مع الأربعة، ولازم أبدأ بالإيه؟ بالسين. ليه؟ لأن س ضرب صاد، واحد مع التلاتة، بعدين واحد مع الأربعة، بعدين الواحد مع الخمسة. كل دول في أقواس إيه؟ صغيرة. خلصت من الواحد أروح للاتنين، يبقى 2 مع التلاتة، بعدين الاتنين مع الأربعة، بعدين الاتنين مع الخمسة. وكده خلصت س ضرب ايه؟ ص. س ضرب ص، تمام. اللي هو اخد كل عنصر من السين الاول مع 3 مرة، مع الأربعة مرة، مع الخمسة، بعدين الاتنين مع التلاتة، 2 مع الأربعة، الاتنين مع الخمسة، تمام. كل عنصر من السين الأول مع عنصر من الصاد بزوج مرتب بقوسين صغيرين بالشكل ده كده. والحل كله يكون في البداية قوس كبير اللي هو قوس المجموعة، وهنا قوس مجموعة، تمام. تمام يا أستاذ. طب لو صاد ضرب س، هيبقى ازاي؟ بص، بكل سهولة هنروح نبدأ بالمين؟ بالصاد. ادي القوس بتاعي الكبير، قوس صغير. صاد تبقى 3 وواحد، 3 عند الصاد وبعدين الواحد عند السين، بعدين 3 مع الاتنين. ركز لو بدلت الرقمين دول غلط. طيب خلصت من التلاتة أروح للأربعة، الأربعة مع الكم؟ مع الواحد، بعدين الأربعة مع الاتنين، بعدين الخمسة مع الواحد، بعدين الخمسة مع الاتنين، تمام. يبقى أنا كده جبت صاد ضرب س. بدأت من عند الصاد، خدت كل عنصر من الصاد مع عناصر السين كلها. جميل كده. طيب لو عايز عدد عناصر س ضرب صاد بدون ما اضربهم، بص، عدد عناصر س ضرب صاد، عندي كام عنصر للسين؟ 2. كام عنصر للصاد؟ 3. يبقى المفروض يطلع عندي كام عنصر؟ 6، تمام. يبقى عدد عناصر س ضرب عدد عناصر صاد 6. تعالى نعدهم كده: 1 2 3 4 5 6. يبقى لو طلب مني عدد عناصر س ضرب صاد أو صاد ضرب س، أروح أشوف السين ليها كام عنصر والصاد ليها كام عنصر وأضربهم في بعض، تمام. تمام يا أستاذ. طيب لو طلب مني امثل بمخطط سهمي، لو قال لي مثل مثلا س ضرب ص بمخطط حاجه اسمها مخطط سهمي وفي مخطط بياني. تعالى هنا كده، مخطط سهمي، تمام، وده مخطط بياني. مخطط السهمي بنعمل هنا طبعا هو عايز ايه؟ مخطط السهم لس ضرب ص لازم يكون محدد لي، لان هبدأ من عند الايه الاول. ادي هنا السين وادي هنا الايه الصاد. اكتب عناصر السين اللي هي الواحد والاتنين، عناصر الصاد اللي هي التلاتة والأربعة والايه والخمسة. طيب تعالى نمثل: واحد مع التلاتة، واحد راحة للتلاتة، بعدين واحد راحة للأربعة، بعدين واحد راحة للايه للخمسة. ولازم السهم كده عشان هي س ضرب صاد، السين راحة للصاد. طيب بعدين 2 ضرب 3، 2 ضرب 4، 2 5، تمام. يبقى ده مخطط سهم لس ضرب ايه صاد.
طب لو عايز مخطط بياني بنعمل ده كده، هنا السين وهنا الايه الصاد، نكتب هنا عناصر السين اللي هي الواحد والاتنين، وهنا عناصر صاد اللي هي التلاتة والأربعة والخمسة. الواحد مع التلاتة، يعني الواحد مع الأربعة، الواحد مع الخمسة، اتنين مع التلاتة، الاتنين مع الأربعة، الاتنين مع الخمسة. طبعا ده بيكون جايب لي مربعات، اللي هو رسم بياني بتكون أسهل من كده. هو ده كل الضرب الديكارتي. ازاي أضرب، ازاي أجيب عدد العناصر بدون حتى ما أضرب، ازاي أعمل مخطط سهمي، ازاي أعمل مخطط بياني. طيب تعال نشوف تمارين. تعالى نفتح مع بعض التمارين الذاتية صفحة 53. رقم 1 بيديني السين اللي هي 3 و6 و9، والصاد اللي هي 4 و6. بيقول لي اكتب كل من س ضرب الصاد، والصاد ضرب السين، والصاد ضرب الصاد. فأول حاجة هنجيب له هنا ايه السين ضرب الايه الصاد. س ضرب الصاد 3 مع الأربعة، بعدين 3 مع الستة، بعدين خلصنا من التلاتة ناخد الستة مع الأربعة والستة مع الستة، خلصنا من الستة ناخد التسعة مع الأربعة والتسعة مع الستة، نسكر القوس. طيب مطلوب التاني صاد ضرب س، صاد ضرب س، يبقى هنبدأ بالصاد الأول. 4 مع التلاتة، بعدين 4 مع الستة، بعدين 4 مع التسعة، قوس مجموع، 4 و3، بعدين 4 و6، بعدين 4 وكم و9. خلصنا من الأربعة نروح للست، 6 مع 3، 6 مع 6، 6 مع 9، يبقى 6 مع 3، 6 مع 6، 6 مع 9. طيب المطلوب الأخير اللي هو الصاد ضرب مين صاد، نروح ناخد صاد ضرب صاد، ناخد الأربعة مع نفسها اللي هي 4 مع 4، بعدين 4 مع 6، بعدين ناخد 6 مع 4 و6 مع نفسها، كأنهم مجموعتين. عندي هنا 4 وعندي هنا 6، 4 مع 4، 4 مع 6، يعني 6 مع 4 و6 مع ايه مع 6. تمام، ده السؤال الأول. السؤال التاني هو مديني أصلا الضرب الديكارتي اللي هو س ضرب ص، معطاهاني اهي 0 مع 1، 0 مع 2، 0 مع 3، 0 مع 4، 0 مع 5، بعدين 5 مع 1، 5 مع 2، 5 مع 3، 5 مع 4، 5 مع 5. عايز السين والصاد. بص، السين هو العنصر الأول، الصاد هو العنصر التاني، يبقى السين هي الصفر والايه والخمسة. السين اللي هي المين الصفر والايه والخمسة، لأن هي العنصر الأول، مفيش هنا صفر وبعدين الخمسة. طب الصاد هو العنصر التاني اللي هو الكم الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة. عرفت منين؟ أدي السين الأول أدي الصاد التاني، لأن السين ضرب صاد. يبقى كم؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. مثل س ضرب ص بمخطط سهم اهو، ادي مخطط سهم، ادي السين وادي الايه الصاد. هنا كم؟ 0 5، هنا 1 2 3 4 5. 0 راح للواحد وراح للاتنين وراح للتلاتة وراح للأربعة وراح للايه للخمسة. طب الخمسة راح للواحد وراح للاتنين وراح للتلاتة وراح للأربعة وراح للايه للخمسة. تمام تمام يا أستاذ. طب السؤال التالت يقول لي لو أنا عندي السين ألف، حيث ألف تنتمي لطاء، يعني عدد كلي، عدد طبيعي اللي هو عدد موجب، وألف عدد أولي أصغر من كم؟ من 7. إيه هي الأعداد الأولية الأصغر من 7؟ لازم نكتب له هنا السين الأعداد الأولية الأصغر من 7. الستة أولي؟ لأ. الخمسة أولي؟ طيب الأربعة؟ لأ. التلاتة أولي والاتنين أولي والواحد مش أولي. طبعا احنا قلنا قبل كده ايه هي الأعداد الأولية والأعداد الغير أولية.
الأعداد الغير أولية هي اللي ينفع نقسمها، فالأربعة والستة ينفع نقسمهم، فعشان كده غير أولي أو ليس أولي. طيب مجموعة لام اللي هي باء حيث باء تنتمي لصاد، يعني عدد سالب وينفع موجب، بس أنا أقصد هنا سالب، يعني لو جه سالب أوكي. الباء أكبر من سالب اتنين وأصغر من أو تساوي الواحد، هناخد السالب اتنين؟ لأ، لأن ما عندهاش يساوي. هناخد الواحد؟ لأنه عندها يساوي. يبقى الباء اللي هي كام؟ هتبقى السالب واحد اللي هي بعد السالب اتنين، والصفر والواحد. واكتب س ضرب لام بذكر العناصر واذكر عدد عناصرها. لو حابين نجيب عدد العناصر من غير ما نضرب، هنا كام عنصر؟ 3، وهنا كام عنصر؟ 3، يبقى عدد العناصر هيكون كام؟ 9. طيب تعالى ادي هنا س ضرب لام. هناخد الخمسة مع السالب واحد ومع الصفر ومع الواحد، يبقى 5 مع السالب واحد، بعدين 5 مع الصفر، بعدين 5 مع الواحد. طيب بعدين 3 مع السالب واحد ومع الصفر ومع الواحد، يبقى 3 مع السالب واحد، و3 مع الصفر، و3 مع الكم؟ مع الواحد. طيب الاتنين مع السالب واحد ومع الصفر ومع الواحد، 2 مع الواحد، نسكر القوس. طيب عدد العناصر هيبقى بيساوي كم؟ هيبقى بيساوي 3 ضرب 3 اللي هو بيساوي كم؟ 9. مثل س ضرب لام بمخطط بياني، هيبقى هنا السين وهيبقى هنا اللام. نكتب السين اللي هنا اللي هي كم؟ 2 3 5، 2 3 5، واللام هنا اللي هي كم؟ سالب واحد صفر واحد. الاتنين مع السالب واحد ومع الصفر ومع الواحد كلهم عندهم نقط. التلاتة مع السالب واحد ومع الصفر ومع الواحد. 5 مع السالب واحد ومع الصفر ومع الواحد اللي هي الأقواس دي. تمام تمام يا أستاذ. تعال نشوف التمرين اللي بعد كده. بيقول لي هنا إذا كانت س تساوي باء حيث باء تنتمي لطاء والباء عدد زوجي أصغر من الستة. إيه هي الأعداد الزوجية الأصغر من الستة؟ اللي هي الاتنين والأربعة. فيبقى هنا 2 وكم؟ وأربعة. تمام. الأعداد الزوجية اللي هي الاتنين والأربعة. تمام تمام يا أستاذ. وأصغر من الستة فمش هناخد الستة. اكتب س ضرب س بذكر العناصر. طبعا دي هنا س تساوي. طب هنا س ضرب س هيبقى ناخد الاتنين مع نفسها، بعدين الاتنين مع الأربعة، بعدين ناخد الأربعة مع الاتنين، وبعدين الأربعة مع مع نفسها. 4 مع 4. طب عايز س ضرب س بمخطط سهمي وآخر بياني. مخطط السهمي أهو، نعمل سهمين كده، هنا السين وهنا برضو السين. 2 4 2 4. وفي طريقة تانية بس ملخبطة، الطريقة دي أسهل. 2 مع الاتنين، 2 مع الأربعة، 4 مع الاتنين، 4 مع الأربعة. هنا السين وهنا السين. 2 4 2 4. 2 مع الاتنين، 2 مع الأربعة، 4 مع الاتنين، 4 مع الأربعة. تمام. وكده يبقى الدرس خلص. إن شاء الله نشوفكم درس الجاي. بالتوفيق يا رب.